لو ما اتفرجتش على الاجزاء اللي فاتت من حكايه سونج فروح شوفها الاول. في الاجزاء اللي فاتت من الحكايه شفنا ازاي تسلق سونج برج الشيطان ووصل لحد الطابق 80، بس وهو هناك لقى شويه وحوش شغاله ضرب وقتل في الجنود بتوعه، وعلشان كده راح يواجههم بنفسه. فيا ترى بقى مين الوحوش ديت، وهل سونج هيقدر يوصل للطابق الاخير من البرج ويقتل ملك الشياطين باران ولا لا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي في الحلقه دي، فصل على الحبيب علشان قلبك يطيب ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. بعد ما وصل سونج على الفرسان دول وضربهم بيشتعل القتال ما بينه وما بين الفارس ده. الواد بقى كان مسيطر في القتال على الاخر، وايوه بيمسك الفارس ده من رقبته وبيرفعه على الارض. خلاص بقى كان هيقتله، ولكن الفارس بيتكلم وبيطلب منه يوقف اللي بيعمله. الواد طبعا بيستغرب جدا من الصوت وبيشيل القناع علشان يعرف هو مين ده. بيخلعه فعلا، وهنا كانت المفاجاه. ايوه ده بتطلع بنت من جنس الشياطين تحت القناع وبتعتذر لسونج علشان هجمت جنوده. بتقول له انا اسفه مش هعمل كده تاني. الواد بيسيب البنت كده من غير اسئله وخلاص بقى كان ماشي، بس البنت من وراه بتحاول تهجم من تاني والواد برضه بيتصدى لها. بيقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده، المره دي مش هسيبك. البنت بعدها على طول بتترعب من سونج وبتعرف انها مش قده، وبعدها بتقرر تعترف بكل اللي هي عارفاه. بتقول له انا اعرف كل التصاريح اللي هتخليك تعدي الطوابق ديت بسرعه جدا وتوصلك للطابق 100، بس اهم حاجه ما تقتلنيش وانا اعمل كل اللي تقول عليه. سونج في الوقت ده بيقرب منها كده، ويا الهي الواد بيفعل قوته عليها وعينه بتتغير. البنت لما بتشوفه حرفيا بتترعب وما بتكونش عارفه هو هيعمل ايه. الواد بقى بيقول لها عارفه لو عرفت انك بتديني معلومات مش مظبوطه ايه اللي هيحصل لك؟ البنت بتقول له انا عارفه صدقني مش هديلك غير المضمون. سونج وقتها قال لها تمام، وبعدها سابها من ايده. بيسالها على المكان اللي هي جايه منه وليه كانت عاوزه تقتله. البنت وقتها بقى بتعرفه بنفسها واسمها ايسل، كمان هي ابنه حاكم الطابق ده وكانت بتقتل في الجنود مش اكتر. سونج بيقول لها ما كنتش اقصد السؤال ده، اقصد انتم مين كلكم وايه اللي جابكم هنا. ايسل بتقول له انها مش فاكره قوي، بس هم في صوت في راسهم دايما بيكلمهم وبيقول لهم احموا المكان. الواد بيستغرب جدا وبيسالها على الصوت ده. فجاه بقى النظام بيتدخل والبنت صوتها بيختلف. بتقول له على الحقيقه، بتقول له انها كانت في مملكه الشياطين وبيستعدوا لشن حرب على عدو قوي جدا، ولكن فجاه اتنقلوا هنا وما عادوش عارفين يعملوا ايه. سونج بسرعه بيسالها على اسم العدو ده، ولكن النظام بيشفر المعلومات دي. البنت كمان بعدها بتحس بصداع في دماغها وبعدين بيغمى عليها، وشكل كده في ان ورا الحوار ده صديقي. المهم في نفس الاثناء ديت بقى في العالم الخارجي كان في مجموعه من وحوش النمل هجمت على جزيره مائيه وقتلت كل اللي فيها. ايوه نساء واطفال ورجال الكل اتقتل وما سابوش اي حد عايش، وعلشان كده 108 صياد بيروحوا على الجزيره دي علشان يقتلوا الوحوش، ولكن برضه بيتقتل جزء منهم والخسائر اللي حصلت ديت كبيره جدا. وعلشان كده النقابه بتعمل مقابله تعرف بيها تفاصيل الواقعه ديت بالكامل، وعلى راسهم طبعا المدير غنهي. القائد شو على طول بيشرح له اللي حصل وبيشرح له كمان اللي لقوه في جثه النمله دي وكل حاجه هو يعرفها. بيقول له ان النمله ديت عندها قدرات طيران وكمان بتعرف تمشي وتنتقل من مدينه للتانيه. احنا لسه مش عارفين اصلهم ولا فصلهم، بس المكان بتاعهم قريب جدا من جزيره جيجو واللي احنا كنا شاكين فيها من الاساس. المدير غنهي وقتها بيعرف خطوره الموقف اللي هو فيه وبيطلب الدعم من اليابان، فهم حاليا اقرب ناس ليهم، وكمان النمل ده لو هجم فهم كمان هيتهجم عليهم. بالفعل الخبر بينتشر في كل مكان وبيوصل حتى لرئيس تشوي ومساعدته تشاهي. البنت بتعرفه بقى ان كل الصيادين اللي من رتبه اس اتطلب حضورهم للمهمه دي، وكمان اتطلب الدعم من اليابان علشان خطوره الجزيره. الرئيس تشوي طبعا كان عارف كل حاجه وخايف من الجزيره ديت، بيقول طالما هنخلص عليهم فده كل اللي انا عاوزه، وشكله كده ليه طار عند النمل ده صديقي. المهم في نفس الاثناء ديت بقى كان سونج ماشي هو وايسل بعد ما فاقت من الوقعه اللي هي اخدتها. بتوصله فعلا على القلعه بتاعتهم والواد بيدخل. ابو البنت ديت بقى اول لما بيشوف سونج حرفيا قلبه كان هيتخلع من مكانه. بيقول لها يا بنت الهبله انت جايبه الوحش ده لحد البيت ليه؟ انت جايبها علشان يخلص علينا ولا ايه؟ انت شكلك ما بتفهميش اي حاجه. ايسل طبعا ما كانتش فاهمه اي حاجه ومش عارفه اللي ابوها شايفه. ايوه ده شايف كل جنود سونج المستخبيين في الظلال وبيأمر الجنود يحاصروه. الواد طبعا ما رضاش يعمل لهم اي حاجه احتراما لايسل. بيقول للاب بعدها انا مش جاي هنا علشان اتعارك معاك، انا جاي علشان الوثيقه وما تقلقش مش هعمل لك اي حاجه. الاب بعدها بيقلبها كده في دماغه، وطبعا بعد ما بيشوف قوته بيقول له خلاص تمام يا عم خد اللي انت عاوزه وامشي، وبيطلع له الوثيقه فعلا وبيديها له. الواد فرحان بيها بقى وخلاص الاتفاق خلص وهيمشي من المكان، بس بيقول للاب انا هحتاج ايسل معايا، وده علشان هي عارفه كل اماكن التصريحات وما ضيعش وقت على الفاضي. الاب طبعا كان هيتناط لما سمع الكلام ده وسال سونج عن تعرضها للاصابه. الواد قال له من الناحيه ديت ما تقلقش اوعدك اني احميها. فعلا الاب بيوافق يديها له، والواد بيستمر في طلوع الطوابق لحد لما بيوصل للطابق 89. الظلال بتاعته بقى اكتسبت قوه جامده وايسل اتعودت عليه. خلاص المفروض بقى يكملوا، بس ايسل بعدها بتعرف سونج ان الوحوش في اخر 10 طوابق خطيرين جدا واحتمال ان هو يموت لو واجههم. الواد بيقول لها ما تقلقيش من حاجه وبيستعد علشان يطلع على اللي بعده، بس بيقول لها عرفيني مكان كل التصريحات في الطوابق اللي بعد كده وما تقلقيش مش هاخدك معايا ضد الوحوش ديت. البنت بقى بالرغم من خوفها من الوحوش بتقول له سونج لا انا هاجي معاك لحد النهايه، انا عاوز اعرف انت هتوصل لفين. الواد وقتها بيقول لها تمام وبيكملوا صعودا في الطوابق. طبعا الوحوش زي ما ايسل قالت كانت
كانت صعبة جدا ومواجهتها مستحيلة. ولكن هل انت متخيل ان سونج حاجة هتبقى مستحيلة معاه صديقي؟ لا والله، الواد بيستمر في تكسير الوحوش ديت لحد لما بيوصل اخيرا للطابق ال100. ايوه، كل اللي فات كوم، والوحش اللي هيقتله سونج ده كوم تاني. فركز معايا كده بقى يا صديقي علشان هتشوف عظمة. بالفعل الواد بيوصل عند المدخل، ووقتها بيشوف تنين رعد كده بيطير من فوقه، بينزل على الصخرة دي والوحش كان فوقه. ايوه، ده ملك الشياطين باران، والوحش الاخطر في البرج ده. حرفيا هالته مرعبة، وايسل وسونج بيحسوا بيها. البنت بقى كانت هتقع من الرعب، والشيطان هو كمان بيطير لفوق، بيستخدم قوته عليهم وبيطلع جنوده. ايوه، بيظهر لهم بوابات من العدم، بيخرج منها جيش من الشياطين اصحاب الرتب العالية. العيال بتتحاصر من كل حتة، وخلاص شكلها النهاية. بس هل انت مفكر ان حتى دي البداية يا صديقي؟ ما تقولها معايا المرة دي. لا والله، بوم مرة واحدة سونج بيفعل قوته في المكان، وايوه قيام. الجنود بتوعه بيطلعوا في الحتة بسرعة وبيكسروا في كل اللي واقف. ايرون واغريس وتانك مسيطرين، ومفيش حد بيقدر يسد قصادهم. بس العم كيبا هو كمان بقى موجود، وبضربة واحدة من ناره بيمسح نص الجنود. ايسل هي كمان كانت واقفة مصدومة جدا من قوة سونج ومش مصدقة عينيها. هو جاب كل القوة والجنود دول امتى؟ انا مش فاهمة حاجة. في نفس الاثناء ديت بقى باران ما بيسكت لهمش، وبيطلع ايده لفوق، بيضرب السما بالبرق بتاعه، والسما حرفيا بتولع من كمية الهجوم. بترد البرق على كل الجنود وبتمحيهم. وضربة كمان كانت رايحة ناحية ايسل وخلاص هتقتلها، ولكن هوبا سونج في المكان بيحمل بنت بشكل البطل الفنان. ايسل هي كمان لما شافته انقذها، اعجبت بيه كده وما كانتش مصدقة عينيها. بعدها الواد بيستخدم مجموعة كبيرة من مهاراته على الوحش، وبيزود في سرعته. بيستخدم مهارة الاخفاء كمان، وبيطير على الوحش علشان يخلص عليه، ولكن الوحش بيصد هجومه بسهولة وبيرميه على الارض. بعدها بيستخدم صاعقة برقية على سونج علشان يقتله. الواد بيجري منها بالعافية، وبينده على كيبا واغريس يساعدوه. بالفعل كيبا بيستخدم قوته مع البلورة دي، وبيطلع طاقة نار مهولة بتعكس هجوم باران. سونج بقى على طول ورا النار ديت بيقطع رقبة التنين وبيوقعهم على الارض. بيبص بعدها كده بقى لباران وبيقول له ايوه كده خليك في نفس المستوى علشان رقبتي وجعتني وانا ببص لفوق. باران طبعا بيتعصب منه علشان قتل التنين بتاعه، وشكله مش ناوي له على خير يا صديقي. في نفس هذه الاثناء بقى، وتحديدا في نقابة الصيادين، كان غوتو رئيس اتحاد صيادين اليابان هو كمان وصل على كوريا، وبيناقشوا اللي هيعملوه في جزيرة جيجو. المساعدة بتاعته بتشرح لهم كل التفاصيل كاملة وبتعرفهم المفيد. بتقول لهم ان بعد البحث وتشريح الوحوش دول اكتشفوا حاجتين مهمين. الاولى هي عمر النمل ده، واللي ما بيعديش سنة واحدة وبعدها بيموتوا، والمعنى اننا لو قتلنا الملكة فاخر النمل ده هو عام واحد وهيختفي من الوجود. المعلومة الثانية وهي ان النمل بينجذب ناحية الخصم الاقوى، وعلشان كده احنا اتحاد اليابان هنبعت معاكم 10 صيادين من الفئة اس يساعدوكم. بالمعنى هنكون احنا الطعم بره، وانتم بس كل اللي عليكم تقتلوا الملكة. الكل فعلا بيتفقوا على الاقتراح ده وبيستعدوا لبدء الخطة. في نفس الوقت ده بقى، وتحديدا عند سونج، كانت المعركة لسه مشتعلة ما بينه وما بين باران. الدنيا ما بتهداش، والواد مستوى سحره عمال يقل بسرعة جنونية جدا، ومش لاقي وقت حتى يشرب جرعة ترجع له سحره. باران هو كمان كان بيستخدم قدراته بسرعة، وكل شوية بيخلص على الجنود بتوع سونج وما بيرحمش اي حد. اغريس وايرون وكيبا مش سادين معاه، والوحش بيصدهم بسهولة. سونج بقى هو كمان بيستغل انشغاله معاهم، وبيروح من نقطته العامية وخلاص كان هيقتله. بس الوحش بيصد هجومه بسرعة جدا، وبيمسكه من دماغه بيرفعه لفوق وخلاص كان هيقتله. وهوبا كيبا بيصد الهجوم. سونج هو كمان بايده في الخناجر، واغريس في الدراع الثانية، وايرون في بطنه. خلاص اتحصرت يا حبيبي. في الوقت ده بقى الوحش بيستخدم البرق عليهم كلهم وبينسف ابوهم. ايوه، بيقتل كل الظلال بتاعت سونج في المنطقة، والواد سحره خلاص خلص، وكده ما عادش قدامه غير القتال المباشر ما بين الاثنين، ويا ترى مين اللي هيكسب. بالفعل الشيطان بيطلع خنجرين زي بتوع سونج وبيبدا في المنافسة. سرعة الاثنين وقوتهم لا تكاد توصف، وايسل واقفة بتتفرج وحرفيا مذهولة، بتقول في بالها هو كل البشر اقوياء كده ولا ايه؟ ده سونج سادد قصاد باران في القوة ومش بعيد كمان يكسبه. ولكن بنت الذين عينها بتطلع وحشة، وفجأة باران قوته بتزيد، بيضرب سونج من كل الاتجاهات، والواد خلاص مش قادر عليه. الاسلحة بتاعته بتطير، والوحش بيديله بالكتف وخلاص هيتقتل في ايديه. بس سونج بصعوبة جدا بيوقف هجومه وبيعافر بس علشان يعمل اي حاجة. ولكن باران بيطلع هجوم رعد كبير جدا من بقه، وخلاص سونج هيروح فيها. لسه هيضربه هوبا ايسل بتحدفه بالسيف بتاعها، بتشتت انتباهه. ايوه، اللحظة ديت هي اللي سونج كان عاوزها، وبيركز في القتال. بيستخدم بسرعة جدا قوته العضلية والمهارات اللي عنده، وبيقطع ايديه. الوحش كان لسه مستغرب وهيهجم عليه، وهوبا عند امك يالا. ايوه، سونج عطله بالبوكس التمام، كسر رقبته ودغدغه جمدان. السما من قوة الضربة ما بتستحملش، وحرفيا عاش عليك يا فنان. ايسل طبعا بعد ما شافت كل اللي حصل ده ما كانتش مصدقة عينيها. وايه الحلاوة ديت يا عم سونج؟ طبعا بعد ما سونج بيقتل الشيطان بيكتسب كل معداته، وكمان بياخد الدواء اللي اخيرا هيعالج بيه امه. الواد بقى من كمية الفرحة ديت ما كانش مصدق نفسه، وبعدها بينده على ايسل بيشكرها على اللي عملته، وبيقول لها روح اندها على ابوكي في اسرع وقت، قولي له خلاص انت بقيت زعيم الطابق 100، وكمان سلمي لي عليه احلى سلام. البنت وقتها بقى بتفرح جدا من الكلام، وجمال جمال والله. المهم طبعا لحد هنا بتخلص حلقتنا، فما تنساش بقى تقولي رايك فيها في التعليقات. ويلا يا عم، سلام سلام سلام.